بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبابنا الكرام. 4 بشائر نبوية لمن رزق ببنات أو عال أخوات. فمن محبة الله للعبد أن يصطفيه لعمل صالح ويسخره له ويعينه عليه. وهذه 4 وعود نبوية لوالدي البنات ومن يعولهن ويحتسب تربيتهن وإصلاحهن عند الله. الوعد الأول أو البشرى الأولى أنهن الأنس والسعد لوالديهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات، والحديث في مسند أحمد. والبشرى الثانية قربه الشديد يوم القيامة من النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان له بنات أو أخوات فأحسن تربيتهن وإصلاحهن فسيكون سبب لقربه الشديد من منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عال 2 أو 3 بنات أو أختين أو 3 أخوات حتى يمتن أو يغنين أو يبلغن أو يموت عنهن كنت أنا وهو كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى، والحديث في صحيح مسلم. أما البشرى الثالثة وعد نبوي بدخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عال 3 بنات يكفيهن ويرحمهن ويرفق بهن فهو في الجنة، والحديث في السلسلة الصحيحة للألباني. أما الوعد الرابع أو البشرى الرابعة وعد نبوي بتحريمه على النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البنات من شيء فأحسن إليهن كن سترا له من النار، والحديث رواه البخاري ومسلم. فيا عائل البنات سواء كنت أب أو أخ، أبشر بهذه العناية وبهذه الرعاية فأنت من أهل الجنة. والسلام عليكم.